السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ونبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرارا وتكرارا بقول لكم يا جماعة، احنا الشغل عندنا شغل اونلاين، شغل عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق الفيسبوك، عن طريق اي وسيلة تواصل اجتماعي، عن طريق تواصلك الاجتماعي مع قرايبك، صحابك، جيرانك، في شغلك، اي حاجة. عايزاكم يعني يعني ايه، ما تاخدوش الامور كده بان هي صعبة، وانا ازاي هسوق اونلاين، وانا ازاي هشتغل، وانا ازاي هعمل ايه، وهجيب ايه وايه وايه، 100 سؤال في الثانية الواحدة بيطرحوا نفسهم عليكم. لا، مفيش الكلام ده يا جماعة. احنا هنسمي الله وهنبدأ واحدة واحدة، وهقول لكم تعملوا ايه. اول حاجة احنا بنشتغل في ايه، عشان تبقى فاهم انت برضو هتسوق لايه، او انتي برضو هتسوقي لايه. على فكرة معايا شباب، معايا بنات، معايا مدامات، معايا ارامل، معايا من جميع الفئات، معايا اطفال. معنى كلمة أطفال إن هم لسه ما يعني صغيرين، مثلا 15 سنة، 12 سنة. طب هل هم فعلا عايزين يشتغلوا فعلا؟ حابين الكلام ده؟ طبعا جدا، وما شاء الله عليهم بيدوا إنتاج أكبر بكتير جدا من اللي هم الصغيرين، الكبار قصدي، معلش عفوا. احنا بنشتغل في الاونلاين في مجال المنظفات، شركة لاستر العالمية، منظفات فنادق، مبيدات آمنة من غير ريحة من غير ضرر. بنسوق لها عبارة عن عبوات مغلفة، عبوات معمولة بطريقة معينة، بتشتغل على ست البيت او الحدائق والمنازل، لان احنا بيبقى عندنا المبيدات بتاعتنا من غير ريحة من غير ضرر، فالناس كلها بتحب تستخدمها، حتى اللي عندهم حدائق، حتى اللي عندهم مزارع بياخدوا الحاجات دي لان هي من غير ريحة وآمنة جدا. تمام. طيب انا دلوقتي ما هشتغل معاكي يا مدام دعاء، انا هستفاد ايه وهعمل ايه بالظبط؟ انا عايزة اعرف واحد اتنين تلاتة امشي عليهم. انت او انتي هتشتغلي ازاي؟ هيبقى معاكي موبايل. الموبايل ده ما اكتر من انك هتعملي يا اما صفحة فيسبوك او واتساب. انا برجح ان احنا نشتغل فيسبوك، لانه وسيلة تواصل اجتماعي هايلة وكبيرة جدا ومش محدودة. الواتساب بيبقى محدود، بس لقيت ان كل الناس بتبقى عايزة تبدأ في الأول بالواتساب، لأنه الواتساب بيبقى أسهل لها، وهي أصلا مشيت عليه شوية فهي واخدة عليه. بيبقى بالنسبة لها انه اسهل شوية من الفيسبوك والحاجات التانية، فبتحس ان انا رميتها من الدار للنار زي ما بيقولوا. فلا، ابدأي على المكان اللي انت بدأتي فيه الاول عادي، اللي هو الواتساب، ونمشي واحدة واحدة، خطوة خطوة، ونتوسع. بعد كده نعمل صفحة فيسبوك، وبعد كده نبتدي نعمل جروب وي 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 ونشتغل على نفسنا. تمام. تمام. طيب انا عملت كل اللي حضرتك قلتي عليه ده، انا بعلن ازاي؟ انا بديكي لينكات، اللينكات دي فيها كل لينكات الصفحات بتاعتنا، فيها كل الاعلانات بتاعتنا، فيها كل حاجة. طب انا اصلا هعلن عن ايه وهشتغل اعلانات؟ ابتدي اعرف ازاي الاسعار والكلام ده كله؟ هكون مبعتلك على الواتساب القوائم الجملة والقطاعي. هتعرفي ان المنتج ده مثلا قاهر الدهون، مثلا سي جملة بقرش، وقطاعي مثلا بقرش وربع مثلا، فيبقى انا الربع ده هو ده المكسب بتاعي مثلا. انا مثلا المبيد النمل ده بجيبه مثلا بقرشين وهبيعه بقرشين ونص مثلا يعني، فيبقى انا الفرق بتاعي دوت النص من الفرق من الجملة من القطاعي، هو ده المكسب بتاعك. مفيش حاجة اسمها مرتب، المرتب ده انت اللي بتعمليه لنفسك من فلوسك. انا دلوقتي شغلت 1000 جنيه، كسبت عليهم 250 جنيه او 350 جنيه، حطيت عليهم ال 350 جنيه، ورحت حاطه عليهم 1000 جنيه، بقى معايا 3000. 350 جنيه لما جبت بيهم اوردر كسبت عليهم مثلا 500 جنيه، بقى انا مكسبي في الاوردر اللي فات وده 850 جنيه او 900 جنيه بالظبط كده، 350 550 900 جنيه، حطيتهم على الفلوس اللي معايا. زودت ببص لقيت دلوقتي ان انا بقى رأس مالي وصل لحد 5000 جنيه، جبت بضاعة ب5000 جنيه، كسبت عليهم مثلا 1500 جنيه. احنا بنقول رنجات يا جماعة.
احنا مكسبنا مثلا بيتراوح في نسبة 25 ل30%. ودي النسبة اصلا الشرع الحلال اللي ربنا محللها يعني. بس احنا بنجيب بضاعة طبعا، بنلتزم بعدد معين نجيبه علشان نقدر ان احنا نشتغل جملة. يعني مش بنجيب قطعة قطعتين فبيبقوا جملة، لا طبعا بنبقى ملتزمين بعدد معين. تمام تمام لحد كده حلو حلو. طيب خلاص انا فهمت قصة ان انا يا مدام دعاء دلوقتي انا بكسب منكم ايه. انا كده بجتهد وبقعد اعمل اعلان واقول مثلا ان ده منظف الدهون بيعمل كذا وكذا وكذا ومميزاته كذا وكذا وكذا. ومن مميزات شركة لاستر ان احنا لما بنرمي البوست بنبص نلاقي ده بيعلق وده بيعلق وده عايز وده عايز وده مش عارفه ايه ده كده. فبتبصي تلاقي ان الدنيا ما شاء الله مسمعه معاكي. الناس فعلا محتاجه الحاجه، الناس فعلا محتاجة الحاجات دي. فبتبصي تلاقي ان انتي المنتجات شارحة نفسها وعالنة نفسها وبايعة نفسها. بتحسي ان انتي لا انا عايزة اكمل، انا عايزة اجيب، الناس عايزة لاستر، الناس بتسأل على لاستر، الناس مهتمة بلاستر. بتبصي واحدة ورا واحدة، ال5000 بقوا 10000، ال10000 بقوا 15000. يا مدام دعاء انا عايزة ابقى موزع معتمد واخد جملة الجملة. عرفتوا انتوا بتبدأوا ازاي؟ بتبدأوا واحدة واحدة، بنطلع واحدة واحدة، مفيش حد بيطلع مرة واحدة، احنا لازم نطلع واحدة واحدة. ولو مشيتي واحدة واحدة او مشيت واحدة واحدة ان شاء الله بإذن الله اتنبأ لكم بمكانة عالية جدا في مجال المنظفات الاونلاين. لانه بصراحة انا يعني عاجبني جدا الشغل الاونلاين وبشجع كل الناس وبعمل محاضرات وسيشنات في مجال الاونلاين لان انا بحب الشغل الاونلاين. فيا رب ان شاء الله كلكم تجتهدوا كده وتحبوا الشغل الاونلاين وتحاولوا ان انتوا تثبتوا نفسكم فيه. اوعى حد يعقدك ولا يعقدك ويقول لك لا ده انت ايه ده تفاهة، ده مش عارفة ايه، انت ازاي تعمل كده، ده ايه انت تشتغل في منظفات، انت هتبيع منظفات، انت مش عارف ايه، ولا انت إيه، وعلى اخر الزمن هنشتغل اونلاين، هو مش عارفة ايه. لا طبعا مفيش الكلام ده. يا جماعة انا اصلا موظفة في مكان ما بقالي اكتر من 17 سنة، انا على الدرجة الاولى الممتازة. وبجوار شغلي ده انا بشتغل اونلاين بقالي سنين السنين وبحب شغلي ده وناجحة في شغلي ده والحمد لله، ناجحة في شغلي ده وربنا موفقني ما بين الاتنين الحمد لله. بفضل بركة ربنا ودعاء امي وابويا. فربنا يوفق الجميع، محدش يعقدكم، اشتغلوا اجتهدوا، التزموا في الشغل الاونلاين لانه زيه زي الشغل العادي. لازم يكون في التزام، لازم يكون في تحقيق، لازم تكون في هدف عشان تحققيه. فاستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.